أشرفت السلطات الإدارية في ولاية غورغول أمس على عملية حرق كميات من المواد الغذائية والطبية منتهية الصلاحية تقدر ب7 أطنان. تأتي هذه العملية في إطار تطهير الأسواق من المواد المضرة بالصحة عن طريق تكثيف البحث عنها ومصادرتها. جرت العملية بحضور حاكم مقاطعة كيهيدي ووكالة السيد محمد الجد والمندوب الجهوي للتجارة والصناعة التقليدية والسياحة في ولاية غورغول. وقد أكد مستشار والي غورغول المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية أن عملية الحرق تأتي ضمن تدخلات مماثلة تقوم بها السلطات المختصة للتصدي للمواد الغذائية منتهية الصلاحية. احنا اليوم هون في مقاطعة كيهيدي لإشراف على حرق كميات معتبرة من الأدوية والمواد المنتهية الصلاحية، وهذه تعتبر حقيقة جهود جبارة وثمرة لجهود صارمة مراقبة الأسواق ومراقبة الحالة بشكل عام، ومن باب أهميته ومنطلق أهميته هو انعكاسه في الواقع العملي للمواطن البسيط العادي في قضية يعني ضبط العملية ومحاولة عدم تسلل مثل هذه المواد المنتهية الصلاحية لكل بيت، ومما ينعكس بطبيعة الحال على الأضرار بالأضرار على الساكنة بشكل عام. وهي مساهمة هون نحيي فيها السلطات الإدارية على مستوى المقاطعة، نحيي فيها قطاع وزارة التجارة على هذه الجهود اللي قائمين بها.